السلام عليكم مشاهدي الكرام، لاباس عليكم خواتاتي الغاليات؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنعتذر لانني تعطلت عليكم هذه مده، تقريبا شهر ديال الايام. كان امر طارئ في العائله، كانت الوفاه ديال الخال ديالي، الله يرحمه ويوسع عليه، والله يرحم جميع اموات المسلمين والمسلمات. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف كتلاحظوا هاد لا فيديو كان مسجل قبل الوفاة، يعني راه شهر قبل كان مسجل. الآن غادي نوريكم هاد الطريقة هادي ديال الصابون الكريمي. هاد الصابون الكريمي يعني الاخوات او البنات اللي كيبغيو يتاجروا في، يعني كيديروا الصابون الكريمي يعني تجاري، فهاد الطريقه سهله وهاد الطريقه جميله بزاف، غادي تعجبكم. كيف كتلاحظوا كنجيبوا الصابون يكون مكمل مده الحضانه ديالو. هاد الصابون كان ديال الفحم النشيط. كيف كتلاحظوا قطعناه آه، مربعات صغيره، نقدروا ندوزو في الحكاكه. من بعد ما قطعنا هاد الصابون ديالنا ديال الفحم النشيط، غادي نوضعوه في اناء، نقدروا نوضعوه ليله كامله مع الماء المقطر. نقدروا نسخنوا هذاك الماء، يعني نطيبوه شويه حتى يغلى مزيان بحال بغيناه الاتاي، ونخويوه على هاد الصابون الكريمي باش يذوب لينا دغيا. هذا الا كنا مزروبين به، اما الا كان يعني كاين وقت كامل فنقدروا نديروه في الليل ويبقى ليله كامله حتى الغد ليه ونستعملوه. بالنسبه للماء المقطر كنحتاجوا يعني ماء خالي من المعادن او الماء ديال المصبانه، ونقدروا نستعملوا الماء ديال الروبيني ونضيفوا ليه الماده ديال او دي تي ا اللي كتحيد لنا المعادن من الماء، يعني باش ما يتزنخش. كيف كتلاحظوا الماء المقطر ما درناش بزاف، وانما غطينا هذوك المكعبات ديال الصابون اللي قطعنا باش يجي عاقد ما يجيش مرخي. كيف كتلاحظوا دغيا كيوجد دغيا كيطيب بواحد السرعه، يعني ما كيتعطل شيء. كنستمروا على التحريك حتى كنكملوا. كيف كتلاحظوا راني ما حيت ما خليتوش ليله كامله، بقاو لينا واحد الطريفات اللي هما صغار ديال الصابون الصلب. غادي نحتاجوا اننا نديروا الميكسور باش نقدروا نطحنوا هادوك الطريفات باش يكون واحد الصابون يعني جميل، ما يكونش فيه هادوك الحبيبات. وحتى القوام ديالو راه زوين بزاف. كيف كتلاحظوا راه يعني كيتهز واحد الكتله، يعني راه تبارك الله جا زوين حتى في الخدمه ديالو. هذه هي الوسيله الوحيده اللي نقدروا نسرعوا بها الخدمه ديال الصابون الكريمي. يعني الا كان وقت كافي فنديروه ليله كامله حتى الصباح ونقادوه، ولا ما كانش عندنا الوقت هذه الوسيله اللي نقدروا نحيدوا بها هذوك الطريفات الصغار اللي كيبقاو ديال الصابون الكريمي. الصابون الكريمي كنحتاجوه للبشره، يعني لجميع البشرات سواء كانت البشره الدهنيه او الجافه او الحساسه. كذلك نقدروا مثلا بحال البشره الجافه نقدروا نضيفوا مثلا الزيوت اللي حنا بغينا. فعالم الزيوت راه عالم واسع، نقدروا نختاروا زيت البابونج، كذلك زيت الجزر، نقدروا نختاروا كذلك زيت اللوز الحلو، زيت القرقاع. يعني كل واحد كيبغي الزيت على حسب البشره ديالو. وكيف كتلاحظوا هذا هو القوام ديال الصابون الكريمي، كيكون كتله واحده، يعني كنهزوه يعني تبارك الله ما كيطيحش لينا من سباتول. يعني تبارك الله راه مخدوم مزيان. كذلك نقدروا نضيفوا العطور، يعني العطور كيف ما بغينا. زيوت عطريه نقدروا نضيفوا كذلك زيوت اساسيه. والان غنجيبوا الجيب الحلواني باش نقدروا نوضعوا فيه الصابون الكريمي ديالنا. هاد الجيب هذا نستعملوه الصابون فقط، يعني ما نعاودوش الاستعمال ديالو في الكوزينه. غادي نعمروه ومن بعد نجيبوا لومبالاج اللي حنا غنديروا فيه، سواء كان ديال 100 غرام او 200 غرام.
مشاهدي الكرام، هذه هي النتيجة ديال الصابون الكريمي. كنتمنى هاد الحلقة هذه تنال اعجابكم، وكنتمنى انكم تجربوا هاد الصابون الكريمي. الا جربتوه راه ما غاديش تندموا عليه. كيصلح لجميع انواع البشرة، سواء كانت البشرة الدهنية او الجافة او كذلك حتى الحساسة. غير حنا نضيفوا الجافة والحساسة، نضيفوا صابون اللي حنا نضيفوا عفوا زيوت اللي حنا محتاجين لهم العلاج ديال الحساسة والجافة. كيف كتلاحظوا الصابون كيجي رائع بزاف. كنتمنى هاد الحلقة هذه تنال اعجابكم، وشكرا على المتابعة، والى حلقة مقبلة ان شاء الله.